والشيعة كما هو معلوم يعلنون أن عليا ابن أبي طالب هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وهو مباشرة موصى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، أي بلا فاصل. أقول وهنا الإشكال: هل توقفت شجاعة علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يبايع بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يبايع بعده مباشرة ذي النورين عثمان رضي الله عنه؟ هل عجز رضي الله عنه وحاشا من ذلك أن يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في خلافة أحد هؤلاء الثلاثة، ويعلنها مدونة بأن الخلافة قد اغتصبت منه وأنه هو الأحق بها لأنه الوصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يفعل هذا؟ ولماذا لم يطالب بحقه وهو من هو في شجاعته وإقدامه رضي الله عنه، وكان معه كثيرون من المناصرين والمحبين الذين سوف يلتفون حوله لو قالها على منبر رسول الله؟ لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه؟ إشكال آخر: حديث الكساء الذي شمل 4 أنفس من بيت علي رضي الله عنه ووصفهم بالتطهير، والأربعة هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. السؤال: ما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة إن كان حديث الكساء الصريح في تطهير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كهؤلاء 4 في علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين؟ فما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح إلا في 4. أريد على هذا السؤال وهذا الإشكال الإجابة. إشكال آخر: يروي الشيعة عن الإمام جعفر الصادق وهو مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقادهم قوله مفتخرا: أولدني أبو بكر مرتين. لاحظ، جعفر الصادق الإمام المعصوم عند الشيعة مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية يقول: أولدني أبو بكر مرتين، وهذا موجود في كتاب كشف الغمة للأربلي المجلد الثاني صفحة 373. قال: أولدني أبو بكر مرتين لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين: الأول عن طريق والدته أمه فاطمة بنت قاسم ابن أبي بكر، والثاني عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. ثم نجد الشيعة يروون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أبي بكر رضي الله عنه. كيف يكون هذا؟ والسؤال: كيف يفتخر هذا الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة أخرى؟ هذا الكلام قد يصدر من إنسان جاهل، من إنسان سوقي عربيد، لكن لا يصدر من إمام يعتبره الشيعة أفقه أهل عصره وزمانه، وهو غير ملزم لأحد أن يكذب أو أن يقدح أو أن يمدح. نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر: يدعي الشيعة أن عمر رضي الله عنه يبغض عليا رضي الله عنه. الشيعة علماء الشيعة يقولون في حسينياتهم وفي ندواتهم وفي جلساتهم يقولون وفي كتبهم يقولون إن عمر رضي الله عنه يبغض عليا أشد البغض، ومع هذا نجد عمر رضي الله عنه يولي عليا على المدينة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس. كيف يكون هذا؟ عمر يبغض علي ولا يحبه، وإذا خرج عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس يجعل الإمام والأمير على مدينة رسول الله هو علي بن أبي طالب الذي يبغضه ولا يحبه، وعلما بأن علي رضي الله عنه كان سيصبح خليفة على المسلمين في حال تعرض عمر رضي الله عنه أي مكروه. يعني لو قتل عمر رضي الله عنه من الذي سيكون بعد عمر؟ هو الذي ولاه عمر وهو علي أمير المدينة، هو الذي سيكون أمير المؤمنين. فكيف يكون هذا؟ كيف تدعي الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبغض عليا ويكره علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم نرى عمر يولي الإمارة في المدينة لعلي رضي الله عنه؟ أريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، واستمعوا جيدا يا عقلاء الشيعة. يرى علماء الشيعة أن أعضاء السجود في الصلاة هي 8 أعضاء: الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، وهذه الأعضاء يجب أن تلامس الأرض في حال السجود، وهذا مذكور في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي.
المجلد الثالث صفحة 598. كذلك يقولون بوجوب السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس، ولهذا يضعون التربة تحت جباههم، يضعون التربة تحت جباههم، تحت عضو واحد من 8 أعضاء. والسؤال: لماذا لا يضع الشيعة التربة الحسينية التي مزج دم الحسين الطاهر بها على كل عضو من أعضاء السجود؟ لماذا خصصتم الجبهة وأنتم مأمورون على أن تسجدوا على 8 أعضاء، الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان؟ لماذا خصصتم الجبهة بهذه التربة الكربلائية الحسينية ولا يوجد دليل يخصص؟ هذا تناقض وهذا إشكال نريد عليه الإجابة. جاء في بعض الروايات إشكال آخر مثل كتاب الغيبة، في كتاب الغيبة للطوسي، أن الشيعة كما تزعم في بعض الروايات أن مهديهم 12 محمد بن الحسن العسكري حينما يخرج من سردابه في آخر الزمان فإنه سيحكم بحكم آل داود. والإشكال: أين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحكم بشريعة آل داود وأين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إشكال آخر، واستمعوا جيدا: يعتقد الشيعة أن الأئمة تحملهم أمهاتهم في الجنب أي في أجلابهم، ويولدون من الفخذ الأيمن، كما ذكر ذلك المسعودي في كتاب إثبات الوصية صفحة 196. الأئمة تحملهم أمهاتهم في جنوبهم ويولدون في الفخذ الأيمن. وهنا إشكال وسؤال: أليس محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف الأئمة وأعظم من وطئ بقدميه الثرى صلى الله عليه وسلم أشرف منهم جميعا؟ فلماذا حمل في بطن أمه؟ ولماذا خرج من رحمها؟ لماذا لم يخرج من فخذ أمه الأيمن؟ هذا إشكال يبين الغلو والتناقض في هذا المذهب وهذا المعتقد. نريد الإجابة الواضحة المؤصلة تأصيلا علميا. إشكال آخر: يروي الشيعة عن